السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أحباباتي المتتبعات تاوعي، كما وعدتكم أني جبت لكم الموتيف ديال الدائرة بالغرزة المنتفخة. اليوم حبيت نشارك معكم التطبيق ديالو على القندورة ديال القطيفة. كي خدمت الورشة حطيت لكم الموتيف ديال الدائرة هذا، حطيته على في القماش الكريب صيفي في الكولفي شفتوه. واليوم حبيت نشارك معكم التطبيق ديالي على القطيفة في لاكولور هذه البنفسجي. اذا كما راكم تشوفوا هادو التطبيق ديال البياسه راح نخليها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا فيديو. كي توجدي لي بياس تاوعك اكيد القندوره تكون فصله ولو كل وحده كيفاش تحب الشكل ديال الرقبه تاعها. اذا كاول خطوه رايحين نقوموا بها، تجبدي لي بياس تاوعك وتحكمي القندوره تاعك تحطيها فوق الطابله او مكان العمل، وتبداي تحطي في لي بياس تاوعك تسقميهم باش تشوفي المقاسات وكيفاش رايحين يجوا بالضبط كما راكم تشوفوا في الصوره. نسيي كامل، نسيي كيفاش نعدلهم باش يجوني سوا. من بعد الخطوه الثانيه اللي تجي وين نستخدم فيها لا كول كولونت، هذيك اللي قلت لكم تساعدني بالبزاف في التطبيق ديال الكروشي، البياسات ديال الكروشي على القندوره ولا على الدرا ولا اي شيء حبيته، تساعدني بزاف، عمليه جدا. اذا بعد ما كملت كامل حطيت لي بياس تاعي وشكلت الرقبه تاعي كيفاش راني حابه نخدمها. دوك تجي المرحله رايحه تجي المرحله الثانيه واللي هي كيفاش نحط هذوك الشرائط ديال لا كول كولونت هذه اللي راكم تشوفوا فيها. طريقه العمل يعني سهله بالبزاف. تحكمي هذه لا كول وتبداي تقسميها دي بتي مورسو وتحطيها تحت البياسه تاعك. راقبوني كيفاش راني نحطها بهذه الطريقه. تحطي فوق تحت كل بياسه تحطي فيها مورسو صغير، ولا الا حبيتي تحطي لها مورسو كبير من الجوانب تاع لا بياس تاعك باش تشد لك وتحكم لك مليح كيما تحبي. اذا دوكا كيما راكم تشوفوا راني نحط برك، مانيش نسقم في لي بياس تاوعي. بعد ما نكمل نحط تحت كل بياسه نحط عليها المورسو ديال لاكول هذيك. من بعد نجي نبدا نسقم في لي بياس تاوعي، نسقم قبل ما نحط الحديد عليهم، لازم نسقمهم بالوحده. شوفوا مثلا هذه لا بياس راني خدمت لها من الجوانب، هامليك هنايا كي سقمت كامل لي بياس ديالي وحطيت تحت كل بياسه مورسو ديال لاكول، رايحه نجيبو قماشه، نجيب اي قماشه عندك لانه القطيفه لو كان نحط عليها ديريكتومون الحديد رايحه تحرق لي، لذلك تجبدي اي مورسو قماش خيط عندك تحطيها بحذر على لي بياس تاعك. من بعد تجيبي الحديد تاعك وتحطيها على هذوك لي بياس بالعقل بيان سور باش ما يتحركولكش لي بياس تاعك، تروحي غير بالعقل. بعد ما تكملي تحديهم بيان وتذوب هذيك اللصقه، شوفوا هامليك لي بياس تاوعي تثبتوا وتجي المرحله المواليه واللي هي مرحله الابره والخيط. تحكمي كامل لي بياس تاوعك بالابره والخيط، تخيطيهم كامل بيان. من بعد انا حبيت نحرج كامل على القندوره تاعي بلي ستريس هذوك تاع الحديد، هادو اللي راكم تشوفوا فيهم تحطيهم كامل ساير داير، ونفس الشيء تحطي القماشه تاع الخيط وتحددي كامل. واللمسه الاخيره وين تحطوا فيها العقاش الكبير وسط كل دائره. شوفوا كيفاش راني نسقم في هادو لي ستريس من بعد نحددهم. وهاي لك الشكل النهائي ديال القندوره تاعي بعد ما كملتها وخيطتها. صراحه خرجت تحفه، وممكن انه الصوره ما عطاتلهاش الحق تاعها، ولكن في اللبسه تاعها جات جميله جدا. وفي آخر الفيديو ما علي إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام إلى ورشة وموديل آخر بإذن الله. لا تنسوا فقط الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء.